للنبي هذا شأن طارق بما فقال وشاء بوجه هذا الوصول طارق صلاة الأرض يوم عند يسقى من عند الرجل وسن راضي كل كل شيء قد خاطر شيء ومجلت بين يديه في يوم الججة المسروقة فقال يا شيء يقول فقال الشيء فقالت يا شيء يقول تنقل الجنة ويقول يا شيء فوضع شيء وأنت أراد الخليصة وقال لكم بإذن الله يحيي النظام وهي رحيم فقام بجد بشر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهاب القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهاب القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهاب القادر ولي الله فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال ما شهدنا سرورك هكذا فليقل ما شاء الله مرت على مجلس رضي الله عنه الطير بيوم شريره وصاف شجر أحد فقال ما شهد يا لفني رأس عهد العتق وقد وقضي وقت مطوط رسفنا سنة الكسي وأخذ بيدي وقرآن الكفار وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحي فترى سمية بإذن الله تعالى والناس شيئنا تالي اللهم صل على وكان رضي الله عنه كيف المقامة يعرف الصدر عريض به طويل أسفل الأرض مكرون الحاجبين مجبا كعريض صوت الجواري وصوت البهين وقد العلم وعلم المؤمن رضي الله عنه وكان طارق رضي الله عنه اتحاد القول واتحاد النفس والقول ومعرفة الإخلاص والتصديق وتحكيم الكتاب والسنة في كل خطرة ولحظة ونفس ووارد وحال وثبوت والله عز وجل وكان لأبي غالب ولد لقها أربعة مجلوب مفروج فجاء من الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال له شيخ قم بإذن الله تعالى فإذا صبي يغدو وهو يبصر ولم يعهد فضج الحافلون وراح السبرات الحسناء إلى غار جبل بحاجة لها وعلم برواحها الرجل الفاسق فراح وراها وأراد أن يلوث الليل عصمتها ولم تجد بخلاصها مجا فنادت يا شيخ عبد القادر أغثني 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ نزل برأس ذلك الرجل الفاسق قبل الوصول إلى مراده نعلان من الخشبية بني حتى مات ولقد رأيت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يتصرف في قبره كتصرفه في حياته رضي الله عنه وعنا برضاه الرب ومدنا بمنه الوسيع. اللهم انصرنا وعاد رضوان عليه ومدنا بالاسرار التي اودعتها لديه. وكان رضي الله عنه سريع الدم شديد الخشيه كثير الهيبه مجب الدعوه كريم الاخلاق طيب العرق ابد الناس عن الفاس واقربهم الى الحق شديد الباس اذا ينتهك اسمع الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لغير ربه ولا يرد السائل ولو بأحد ثوبيه وكان التوفيق رداء والتأييد معاند والعلم محذب والقلب معدي والمحضر كنزا والمعرفة خدمة والخطاب مشيرة واللحظ مسافرة والأنس نديمة والبسط الشيمة والسلك راية والفصل بضاعة والعلم صناعة والذكر وزيرة والفكر السمير والمكشفة غداء والمشاهدة شفاء أبو الشريعة الظاهرة وأوصاف الحقيقة السرائر رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه يقول ما من مسلم يمر على باب مدرسة نظامية إلا خفض الله عنه العذاب يوم القيامة. وكان مريده ومحببه رضي الله عنه هم السعداء في الدنيا والآخرة لا يموت أحدهم إلا على توبة صادقة ولا يخرج من الدنيا إلا على ثبوت الإيمان والإسلام ولا يعيش إلا على تمام النعمة والرضوان. اللهم صل على ومدنا بالأسفل التي أودعتها لديه. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التأنس بالنعم لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث كل ولي على قدم النبي وأنا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إلا وضعت قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه إلا أن يكون قدما من أقدام النبوة فإنه لا سبيل إلى أن يناله غير نبي. وكان رضي الله عنه يقول الإنس لهم مشايخ والجن لهم مشايخ والملائكة لهم مشايخ وأنا شيخ الكل وعزة ربي لا تزال يدي على رأس مريدي ومحبتي ولو ينكشفت عورتهم في المشارق وأنا في المغرب ولم لمددت يدي إليهم وأنا لكل من أصر معكوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة آخذ بيده كل معثر حيا وميتا فإن فرسي مسرج وسيفي مشهور ورمحي منصوب وقوسي مفطور ونبالي مفوقة وسهامي صائبة لي مريدي وهو غافل أنا نار الله المقدى أنا سلام الأحوال أنا بحر من السائل أنا دليل الوقت أنا المتكلم في غيري أنا المحمود أنا الملحود أنا المحمود يا صواب يا قوام يا أهل جبال دكت سبالكم يا أهل الصوامع هدم صوامعكم أقبلوا إلى عمر من الله يا رجال يا أبطال يا أبدال يا أبطال هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له يا عزيز وأنت واحد في السماء والأرض أنت الكبير الجبار المتكبر وأنا الفقير الفقير الذي لا إله إلا أنت وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوقفون لدي وإن النور عيني في اللوح المحفوظ مقيمون أنا قائد في بحار القديم أنا حجة الله عليكم يوم العرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالده تجي سنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم وكان رضي الله عنه يقول ما من استغاث بي في كربة كشفت عنه ومن نادني في شدة فرجت عنه وما توسل إلى الله بي في حاجة قضيت حاجته فإذا سألتم الله تعالى فاسألوا بي رضي الله عنه وفضائله رضي الله عنه كثيرا وأحواله أزهر من شمس الظهيرة وأقوال أوفق لذوي العقول السليمة وكان وفاته ودامت علينا بركاته في ليلة الجمعة لحاجة عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد
وقبره ظاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم انصرنا فهد رضوان عليه وامدنا بالأسرار التي أولتها لديه وحيث انتهى ما أردنا وما اهتممنا به وتم ما قررنا وقصدنا فلنرفع إلى الله العزيز العليم ونتشفع بسيد المرسلين وبأهل بيته الطاهرين ونتوسل بسيد سلطان الأولياء العارفين وبأهل بيت الأخيار المرزوقين فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بأنفس هذه العارف الأكبر صاحب مناقب الأشهر وسر الأوطار وبالسالكين على منهج الأنوار والمقترفين من بهار علم الأوطار وفيد معارف الأشهر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتنمي لنا من ثمار ضراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا خط يا قطب يا إمامان يا أوتاد يا أبدال يا لطفاء يا نجباء يا لطفاء يا أهل الغيرة يا على الأخلاق يا على السلامة يا على العلم يا على البسط يا على الجنان والعقل يا على الضيفان يا أيها الشهد الجميع يا أهل الأنفس يا على الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المعارج العلا يا أهل الإمداد يا أهل البدلاء يا أهل جهاد الست يا أحباب أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاء العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنوب وإزالة الهجوم الضيائق وحسن الخواتم والعواقب وكشف القلوب وغفران الذنوب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.